كل ما تتكلم عن اخر وحده بين المسلمين اللي بيمثلها العثمانيين هنا يطلع لنا واحد مضندج راسه لم يقرا كتاب. لو سالته كم كتاب قراته عن الدوله العثمانيه هيفتح بقه ومش هيبقى عارف يجاوب عليك. تلاقيه مضندج راسه كده وعمال يبث سموم هو ما يفهمش منها اي حاجه، هو مش عارف فيها اي حاجه، كلمه من هنا على كلمه من هنا وكل سنه طيب على كده. والبعض لما بيطعن في التاريخ العثماني بقصد كده لا يقصد التاريخ العثماني بذاته ولا الدوله العثمانيه بذاتها، وانما يقصد ما تمثله من وحده بين المسلمين. لما بييجوا يتكلموا على الدوله العثمانيه فبتجدهم وبسرعه ينشروا الخريطه دي. يا نهار ابيض بقى، هو ايه اللي حصل؟ ايه التآكل اللي بيتم عمله هنا؟ والمقصود للاسف وكأن الدوله العثمانيه كانت بتحكم في افريقيا على سبيل المثال الشريط الساحلي فقط لا غير، وفي شبه الجزيره العربيه بتحكم الشريط الساحلي على البحر الاحمر والشمال والشريط الساحلي على الخليج العربي وناحيه الشرق من شبه الجزيره العربيه وبس. وطبعا الخريطه ديت خاطئه تماما وبيتم التعمد في نشرها للاسف من بعض الجهله اللي بيقوموا باقتطاع التاريخ العثماني وبيفصلوه عن التاريخ الاسلامي. يعني حتى بعيدا عن الراي والتوجه الخريطه نفسها خاطئه تماما، بدايه من المغرب اللي اقصى اتساع للدوله العثمانيه كانت بتضم المغرب. للاسف هيطلع لنا بعض المغاربه اللي لما تجي تكلمهم كده على ان هم كانوا جزء من الامامه الجامعه الشامله للمسلمين يقول لك لا احنا كنا لوحدينا كده، وكانهم نبت شيطاني، وكانه لو اتقال له انت مع المسلمين بيستأنف كده وما بيحبش الموضوع ده. وزي ما قلت لكم بعيدا عن الراي اصلا حوالين القصه دي، قصه الانتساب والانتماء وغيرها والتبعيه، الحقيقه التاريخيه بتقول ان في عهد سليمان القانوني زي ما هنعمل حلقه تفصيليه اصبحت الاراضي دي كلها كده والتاج اللي كان بيحكم فيها تابع للتاج العثماني، زي مملكه المجر كده لما كانت تابعه للتاج العثماني وغيرها من الممالك. الناس فاهمه التبعيه خطا تماما. وفي الفتره ديت نقلوا المغاربه في فاس نقلوا نظم اداريه عن العثمانيين، بل وحتى تاثروا ثقافيا، بل حتى الملابس عن العثمانيين نقلوها عن العثمانيين وتاثروا عن العثمانيين. خلونا نضيف الجزء ده في الخريطه لما نجي نتكلم عن اقصى اتساع للدوله العثمانيه. هاتوما واش مولات الصندال هادي عاد بغا يطول في العمر؟ واش هذا الوزين عاد بغا يربح من وراه؟ هذا هو اللي تيقول لك لاباس المغرب لاباس عليه، عايشين مكسيين ناضين هالرباح هالخطيه. لما اصبحت كلمه احتلال اللي الصهاينه بيكرهوها جدا واللي عشان كده قاموا بتسويف اللفظ ده واللي عشان كده خلوا كلابهم في اوطاننا العربيه والاسلاميه يطلقوه ويلصقوه بكل ما هو اسلامي، فتجد شعوب شمال افريقيا وفي مصر الالسن السليطه للصهاينه اللي عايشين بينا يقول لك على دخول الاسلام الاحتلال العربي. مش بس كده، يخلي لك بقى العرب بقى اللي في شبه الجزيره العربيه والدول دي يقول لك على الدوله العثمانيه الاحتلال العثماني، وده يقول على ده احتلال وده يقول على ده احتلال، حتى تحول تاريخنا الإسلامي كله إلى مجرد احتلال. احتلال يأتي بعده احتلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، علشان ينجح الصهاينة في تسويف اللفظ ده اللي هو المفروض ملصق بيهم هم. لا، هم نجحوا هنا بقى إنه خلى الألسن السليطة ديت المسمومة تطلق كلمة احتلال على حاجات تانية. التاريخ العثماني هو جزء من التاريخ الإسلامي، والخريطة اللي اتكلمنا عنها النهاردة للأسف بعض الناس المحترمين اللي بنتوسم فيهم خير بينشروها عن غير قصد في السوشيال ميديا بقى تلاقوها منشورة. يعني الخريطة اللي أنا عرضتها النهارده اصلا جايبها من واحد محترم نحسبه على خير، ومع ذلك الخريطه منتشره وهي خاطئه تماما وغير صحيحه تماما في محاوله ايحاء هنا ان الدوله العثمانيه كانت مكشوشه على نفسها كده. الدوله العظيمه دي اللي كان في وقت من الاوقات اللي بيحكمها هو الوحيد في العالم اللي بيلقب بلقب الامبراطور في المواثيق الدوليه، وكل حكام اوروبا كانوا بينزلوا نفسهم مرتبه الملك، الامير، الكونت، غيره اللي هو سليمان القانوني. كان لا يجرؤ احد على كتابه كلمه امبراطور في فتره من الفترات في عصر سليمان القانوني في ورقه مكتوب فيها او مذكور فيها اسم سليمان القانوني. انتم متخيلين معايا هذه الدولة العظيمة القوية اللي حفظت الإسلام مدة حوالي 600 سنة، تاريخ كامل أجلت فيه سقوط الحضارة الإسلامية. بعض الجهلة النهاردة للأسف، بعض الصهاينة اللي عايشين بينا النهاردة للأسف يطلعوا لنا بكلمات كده غريبة لا أصل لها ولا علاقة لها بالتاريخ. المهم إنه يعمل لك إيحاء فيقول لك قبورية شركية، وصدقوني أنا ما أعرفش يعني إيه قبورية ولا شركية دي، إنما الهدف كله هنا للأسف هو الجهل اللي فيه تعمد لنشره اللي بيخلي أنظمة موجودة في عالمنا العربي والإسلامي قائمة تظن أن كلمة الدولة العثمانية تتعلق بتركيا، تتعلق بأردوغان، تتعلق بعرق دون عرق. العثمانية ليست عرقا. الجهل بالحتة ديت والجهل كمان بفكرة أن الوحدة بين المسلمين لن تسقط عروش هؤلاء ولن تزيل أنظمة هذه الدول، وإنما ستحفظ هذه الحقوق كلها. الجهل كمان أن الوحدة بين المسلمين لن تهدر حقوق الشعوب. الإمامة أو الوحدة اللي بنتكلم عنها واللي موجودة في التاريخ الإسلامي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تهدر موارد الشعوب والدول أو تسقط العروش
والأنظمة أو تنسخ العادات والتقاليد، هذا لم يكن ولن يكون، إنما هي وحدة تحفظ الحقوق، تحفظ الموارد لشعوبها، تبني التكامل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وحدة تقوي لا تضعف، توحد لا تفرق. هي دي الوحدة اللي احنا بنتكلم عنها. الجهل بقى بالوحدة ديت عند البعض بيخليه يظن خطأ ان الوحدة ديت هتلغيه هو، والصهاينة من الناحية تانية عارفين الحقيقة، حقيقة الوحدة ديت انها في حالة وجودها هم مش هيكونوا موجودين، علشان كده بيتم نشر كل هذه الأكاذيب. بس والله ماك متحرك، قلت لك والله ماك متحرك على درجام وابوني واكسبلور وتعليق ومتابعه. يا اخي باطل، يا اخي ماهيش بدراهم، كون جاب دراهم والله نخلصوك. اربح همزيه مع خوك خير من تربح مع واحد طحان قدوه